عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة. وعن أنس قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. هذا حديث آخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها، وهي سورة ياسين، تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي اليسر، ومن قرأها في صدر ليلته أعطي يسر ليلته حتى يصبح. إن قرأتها صباحا فطول النهار أنت في يسر، وإن قرأتها ليلا فطول الليل أنت في يسر. إذن لا بد من أن نحفظها، لا بد من أن نقرأها صباحا أو مساء أو مرة في اليوم.